النهارده يوم الاولاني من الفلوج. انا موطي صوتي عشان البيت نايم. انا مبسوط. مبسوط عشان خدت الخطوه، ايا كانت ايه هي، ايا كان الشكل، ايا كان مفيش اضاءه، مفيش اي عنصر اضاءه، في ميكروفون كاميرا وداير وبتكلم، فمبسوط بده جدا. الحاجه التانية وهي ان ده اول يوم في الديلي فلوجز، وكنت عايز اتكلم عن اكتر توبيك الناس قالت لي اتكلم عنه على الماسنجر وعلى الانستجرام وعلى الواتساب وفي التليفونات، وهي المنتل هيلث. ازاي نحافظ على طاقتنا، ازاي نحافظ على شغفنا، ازاي نحافظ على روحنا، ازاي نحافظ على ضحكتنا، ازاي نتعامل مع الضغط، ازاي نتعامل مع ده. هنشوف النهارده. الحمد لله يومي في معظم الوقت في ضغوطات وفي مشاكل وفي حاجات، فبنحاول احنا على قد ما نقدر نهندلها ونحلها. هتعيشوا ده النهارده. الحاجة التانية، أنا إزاي ببدأ يومي أو إزاي بحاول أبدأ يومي. مش بكون منتظم 100%، بس بقالي فترة الحمد لله الحمد لله، يعني توفيق ربنا، قادر إن أنا أهندل ده وقادر إن أنا أظبط ده. تظبيطة النوم، دي حاجة من الحاجات اللي ما كنتش متوقع. أنا كنت شايف نفسي بني آدم productive جدا، يعني كنت شايف إن أنا بعرف أشتغل بالليل أكتر، بعرف أذاكر بالليل أكتر، ولكن كل دي يعني ممكن تكون حاجات مش صح. ممكن حتى لو انت بتحاول تقول لنفسك ده مش صح، دي فطرة، احنا اتخلقنا بننام بالليل وبنصحى الصبح بنشتغل. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. انت بتعيش في الوقت ده. اول حاجة وهي ان انت حاول على قد ما تقدر تظبط نومك. ظبط النوم بيظبط الاداء بتاعك طول اليوم. الحاجة التانية يا صديقي، وهي لازم يبقى عندك جانب روحاني شوية، لازم يبقى عندك جانب مع ربنا، لازم يبقى عندك جزء منك 100% مسلم. أو مش جزء منك، هو كلك على بعضك، تكون مسلم أمورك كلها لله ومش بالكلام. يعني الموضوع ده من الحاجات برضو اللي هتفرق معاك جدا. هو مش بالكلام كده اللي هو ايه، والله مسلم، والله عارف، والله لا ان شاء الله يا ربنا. يعني الكلام ده كويس ان انت تقوله. في فرق بين الانسان اللي عنده عقيدة وبين الانسان اللي بيعيشها. بص، في الاول وفي الاخر الكلام ده كله احنا بننسى. يعني ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني هو احنا طبيعتنا وفطرتنا ان احنا بننسى، فطرتنا ان احنا بن الشيطان بيدخل لنا من اكتر من مدخل. فانت كل ما كنت بتذكر ربنا، كل ما كنت على قد ما تقدر بتحاول تحافظ على صلاتك، حاول تحافظ على اذكارك. بنسبة كبيرة بتكون انت عارف ان كل ده في الاول وفي الاخر ملوش اي لازمة. الله لطيف بعباده، يعني في سورة الشورى فعلا الله لطيف بعباده. عمرك ما هتحس ان انت يعني عارف اللي هو ايه، تقفل كده وبتاع وبتتخانق وايه ويعمل ايه ومش عارف ويا لهوي يا نهار ابيض، وتلاقي نفسك قاعد عمال تتنطط في الاخر. كل اللي هيحصل هي كده، يعني تفهم، تقوم كل حاجة اتغيرت، بقيت كويس تاني. تبدأ تغلط، تبدأ تنسى، تبتلى، تبدأ تغلط، تبدأ تنسى، تفك، هكذا. هي نفس الدايرة دي. عشان كده لازم يكون عندك تحافظ على قد ما تقدر من الصلاة، تحافظ على قد ما تقدر من الأذكار، علشان ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. يعني دي حاجة حتمية. أنت مهما كان معاك فلوس قد إيه، مهما كان أنت مبسوط قد إيه، مهما كان أنت حاسس إن أنت مبسوط قد إيه، أول ما مجرد بس بتطلع بره الحتة دي أو تطلع بره الرود ده، بتلاقي نفسك في مشاكل، بتلاقي نفسك في ضغط، بتلاقي نفسك كل شوية في حاجة بتحاول تحلها. ربنا في الأول وفي الآخر بيدبر لك أمورك، ولما بيبتليك علشان يحركك من المشاكل اللي أنت فيها دي. وفي نفس الوقت يا صديقي، لما بتكون عندك جانب مع ربنا، يومك بيبقى أحسن، يومك بيبقى أفضل. التسليم عامة ده بيخليك في راحة مش طبيعية. الحاجة التانية وهي إن التزامك بالأذكار وإن أنت تكون 100% 100% من جواك وبعقلك وبلسانك مصدق اللي أنت بتقوله. بتحس أو مش بتحس، هو بيبقى فيه راحة غير طبيعية وبيبقى فيه بركة غير طبيعية. ودي حاجة من الحاجات اللي ممكن بنسبة كبيرة، مش بنسبة كبيرة، هي كل النسب
ان انت لو الى حد ما عندك علاقه مع ربنا حياتك هتكون افضل. الحاجه التانية وهي تنظيم يومك. يعني مثلا انت هتصحى الصبح هتعمل ايه ايا كان بقى. دلوقتي انا مش بتكلم على رائد اعمال، مش يعني دلوقتي انت تصحى الصبح من نومك ايه اللي انت مخطط له. ساعات ببقى قاعد مثلا بالليل كده عمال دماغي عماله تروح وتيجي ويمين وشمال وبتاع، ببقى مسحول في البروسيس، ببقى مسحول في الآلية. طب ما انا عايز اخطط اصلا انا بكره هصحى هعمل ايه، ايه اللي انا هعمله اول ما هبدأ اشتغل. وانت بتست او انت بتحط الاهداف بتاعتك على مدار اليوم واللي انت عايز تحققه على مدار اليوم واللي انت عايز تعمله على مدار اليوم، مطالب منك ان انت تكون واقعي. ومطالب منك برضه في نفس الوقت ان انت ايه ما تضغطش على نفسك، ما تحطش على نفسك هو انا ما عملتش ده، انا نسيت ده، انا فاهم عادي، كلنا بننسى، كلنا بنغلط، كلنا عندنا مشاكل. فانت من اول اليوم خالص حاول على قد ما تقدر ان انت تكون مخطط اللي انت هتعمله على مدار اليوم، علشان خاطر ما تحسش بعشوائية في يومك او ضغط في يومك. الحاجة التانية وهي ان انت حاول على قد ما تقدر ما تاخدش مكالمات بعد الساعة 10، ما تاخدش مكالمات بعد الساعة 8 لو تقدر، لو انت يومك بيبدأ من بدري ما تاخدش اي مكالمة ليها علاقة بالشغل بعد الساعة 8 او بعد الساعة 9 او بعد مواعيد العمل الرسمية على قد ما تقدر، علشان يبقى عندك الطاقة ان انت تسمع والكلام ده تعرف تحلله وتعمله فلتر كده، وبعد ما تعمله فلتر تعرف ترد على الناس صح وما تبقاش مضغوط. ده بالنسبة لي فيما يخص او ان انا الهاكس اللي ممكن تكون ساعدتني او حولتني بطريقة او باخرى ل... لحاجة بطمح ليها، مش لسه ما وصلتهاش بس حاجة بطمح ليها. بس يا معلم انا هدخل انام، هصحى الساعة 9:30 10 ان شاء الله يعني بإذن الله، ونكمل بقى اليوم. ابقى احكي لكم بقى، هتشوفوا في مشاكل وحوارات وبتاع. يلا تصبحوا على خير. انا يا جماعه قررت ان انا يبقى عندي المكان اللي بشتغل فيه يكون غير المكان اللي انا بقعد فيه او بخرج فيه، وده بيفرق جدا في البرودكشن بتاعي يعني، او بيفرق في انتاجيتي بشكل عام. انا مش عارف صوتي كويس ولا لا، بس انا هحاول ان انا اعلي صوتي على قد ما اقدر يعني. المهم ان انا النهارده اول يوم اصور وانا في استضافه 7 زون. 7 زون هم اللي مستضيفين الشغل بتاعي وكده. بصراحه هم وفروا لي مكان في وقت كانش يعرفوا يظبطوا فيه المكان وكده. فبشكل عام النهارده الفيديو طبعا زي ما انتم عارفين تصوير يوسف زايد اهو. استنى هصوره لكم. مستر يوسف زايد، انا اسف على التاخير يا مستر يوسف. سبوره، اي مكان بروحه لازم يكون فيه سبوره لكذا سبب. اول حاجه ان انا شخص بقعد افكر كتير وبقعد يعني دماغي بتروح وبتيجي كتير، فلازم اشخبط على حاجه تكون كبيره. انا هرشح الكتاب ده جدا دلوقتي عشان خلصت منه مثلا ممكن نقول 80%. الكتاب ده اسمه How I Invest My Money. ده experts في كفاينانشال ادفايزرز بيقولوا لك ازاي تستثمر فلوسك كشخص عادي، فاهم؟ مش مجرد ان انت ستوك او بوند او بتاع، لا ازاي تستثمر فلوسك، القهوه اللي بتشربها، الحاجات اللي بتشربها، انت بتستخدم ايه في ايه وهكذا. فالكتاب ده لسه بخلصه، وهقول لكم الكتاب التاني لما اخلص 80% على الاقل عشان اعرف احكم يعني. بس يا جدعان احنا المهم ان احنا صورنا الشوط ده قبل كده، بس انا عشان دخلت لقيت ناس فاتكسفت فرحت خارج تاني، هتلاقيني رحت قعدت هنا بس طبعا خلينا نوقف شويه الناس عشان تحافظ على المايند سيت بتاعتك. ما تربطش تركيزك باي حاجه خارجيه، يعني سواء كان دخان سواء كان كافيين. انا بشرب القهوه دلوقتي عشان عايز اشرب قهوه عادي، مش عشان عايز اشرب القهوه عشان افوق ابقى مصحصح، فاهم قصدي؟ بس فاحنا هنرد بقى على ايه. اول حاجه انا مين، وايه اللي عملته قبل كده، وايه اللي بعمله دلوقتي، وايه اللي هعمله قدام. اتكلم اشتم عادي طيب احنا دلوقتي عايزين نسال انت مين اصلا، او انت يعني ليه اتفرج على الفلوجز او ايه اللي حصل يعني فجاه كده، فاهم؟ طلعت بعمل فلوجز او بتاع. طيب خليني واحده واحده نرجع تاني عشان انا بقالي كتير ما اتكلمتش. انا عندي 23 سنه. انا واحد ربنا موفقني الحمد لله
وفي ابتلاءات بمر بيها طبعا، ومش في كل وقت بتصيب معايا، ومش طول الوقت ماشي صح. متجوز وعندي زين، ربنا يحفظهم لي. انا التوفيق اللي حصل ان انا اتحركت بدري، بدات اشتغل بدري غصب عني، مش بمزاجي اللي هو انا قلت والله لا انا عايز اشتغل لا، مش ده اللي حصل. اللي حصل ان انا كنت بلعب كوره وربنا ما وفقنيش فيها، حصل اكتر من دروب في حياتي، وحصل اكتر من دروب فيا كشخص، فخلتني ما بقاش برودكتيف يعني في الكوره. وبعد كده قررت ان انا اتعلم انا ليه بتصاب، يعني قررت ان انا اتعلم عن التدريب وكده. فخدت كورس QPT، والكورس ده كان هو اللي نقلني في حياتي، مش عشان خاطر انا بتعلم اساسيات بيرسونال تريننج او اساسيات تدريب شخصي او كده، ان انا كان هدفي ان انا اعرف انا ليه بتصاب. وكان الدكتور اسمه دكتور محمود فرج من اكتر الناس اللي اثرت فيا في حياتي بسبب جمله واحده، او الطريقه اللي كان بيعلمنا بيها كانت طريقه كويسه قوي. تقدر تخليك انت كشخص تبقى فاهم يعني المفروض تتعلم ايه او تتعلم ازاي، وهو اللي علمنا ازاي نتعلم. الكلام ده كان عندي 15 سنه تقريبا، 15 سنه كنت في ثانويه عامه، او لا تانية ثانوي، كنت ساعتها مبطل كوره، كان في تانية ثانوي. خدت الQPT، وبعد الQPT في ثانويه عامه خدت كورس الCFT. ده كان ساعتها كورس الCFT وقتها كان كورس شهاده قويه بالنسبه للجيمات، لان دلوقتي CFT بقت حاجه منتشره يعني، بس كان وقتها انا فاكر ان هي كان ليها سمعه كويسه او سمعه طيبه يعني. وكان ساعتها اللي بيدينا الكورس ده من اكتر الناس اللي فاكرهم في حياتي يعني هو كابتن مصطفى فتحي. وشفت دكتور طارق شكري اللي صورت معاه بودكاست دكتوراه في الاداره. وكابتن مصطفى فتحي من الناس اللي برضو كان بيحترم الماده العلميه قوي، ومن الناس اللي خلتك اللي هو ايه، انا ممكن كلامي ما يبقاش صح، ممكن كلامي يبقى غلط، دور عليه وهات لي الصح. كنت حاسس ان انا 16 سنه او 16 سنه معايا CFT، انا خلاص كده فاهم، انا قفلت اللعبه خلاص. انا اصلا شغال في جيم كان اسمه ميزو جيم، ده اول جيم اشتغلت فيه يعني في حياتي. كنت شغال هاوس كيبنج، وشغال فرونت ديسك، وشغال مدرب. كنت بشتغل 3 حاجات. هو الجيم قد الصاله اللي احنا فيها دي، او ممكن تكون اكتر شويه. والجيم ده كان قدام مجلس الدوله، فانا استغليت فرصه ان في مكان جيم الى حد ما ممكن يكون يصنف بلدي شويه، بس الى حد ما بيتقابل كاستمرز نضاف يعني، او كاستمرز كويسين يعني، كاستمرز سفير مثلا، ممكن تقابل حد في السفاره، ممكن تقابل حد في مجلس الدوله، ممكن فاهم، مكان كويس في ميدان المساحه. اول جيم اشتغلت فيه كل حاجه. كان مرتبي ساعتها 1200 جنيه حاجه زي كده. اشتغلت كنت بذاكر لل CFT، خلصتها. انا فاكر مامتي كانت فرحانه جدا ان انا خلصت الكورس، لان بياخد وقت طويل والامتحان بيبقى فيه او انت بتبقى مضغوط. هو الامتحان سهل جدا، بقى مضغوط عشان خاطر انت عايز تاخد الكورس بتاعه، في نفس الوقت عامل السن بالنسبه لي كنت مبسوط بنفسي بصراحه. المهم حسيت ان انا مش مبسوط يعني، انبسطت ساعه وبعد كده حسيت ان هو عادي، ما عنديش مش ايه يعني ماذا بعد يعني، مش شغال في حته كبيره، مش ما بقبضش مرتب كويس، اللي هو ممكن الرياكت اللي بيحصل لمعظم المدربين. قلت خلاص انا هاخد ماستر ترينر. ماستر ترينر دي عباره عن 6 شهادات في تخصصات مختلفه. وقلت خلاص انا هاخد الماستر ترينر 54,000 جنيه، يلا بينا ناخدها. كان كل حماس وخلصتها في اول سنه. ساعتها كنت بدور على جيم اشتغل فيه، رحت وورلد جيم وعملت انترفيو، وكنت لحد ما اكسبتد، لحد لما كان ساعتها احنا دخلنا الجامعه. فكان اللي بيعمل معايا الHR، كان الHR مانجر اللي بيعمل معايا التست بتاع الHR وكده، سالني قال لي بابا بيشتغل ايه؟ قلت له بابا بيشتغل محامي، مستشار قانوني بقاله 30 سنه. قال لي طب ركز، انت في كليه ايه؟ قلت له في كليه حقوق انجلش. قال لي والله كويس، ركز في ده. فانت في ثانيه اللي هو ايه، انت خلاص انت عديت كذا اختبار. وبعدين برضو انا كان عامل الشيب او اللي هو شكلك كمدرب، عايز يبقى شكلك فاهم ايه يا كابتن عامل ايه وبتاع. بالظبط. لا انا كنت عيل طري فشخ، عامل شعري على جنب فاهم، مش الكاركتر ده. انا كنت شخص بذاكر كويس، بتعلم ازاي اتعلم يعني. كان الماده العلميه اللي باخدها الشابتر ممكن اذاكره مثلا 15 مره عشان عايز اعرف يعني ايه مثلا الكلمه دي، عايز اعرف معنى الكلمه دي من جذورها. هو انا كده اتعودت ان انا ابقى كده من كابتن محمود فرج. فحسيت ان ايه كل حاجه بتتكسر. رحت على
ميزو جيم تاني رجعت. كنت بعمل انترفيو انا في الجيم يعني. طبعا الجيم كان فيه برضو يعني الجيم ده من اكتر الجيمات اللي اتعلمت فيها في حياتي، وده من اكتر هو اللي بنى كاركتر اللي هو ايه. انا اول ما روحت كان في مدير، والمدير ده مشي، فبقيت انا المدير بتاع المكان فاضي. فانا ده اللي اتعلمت فيه اول ما روحت، ده اللي اتعلمت فيه الجزئيه دي. خالي بقى الله يرحمه، هي دي النقطه اللي كانت فاصله في حياتي. قال لي مروان انت دلوقتي خدت ماسترز، ايه اللي بعد كده؟ قلت له هاخد كتاب الايس اذاكره، برضه امريكان كونسل اون اكسرسايز من اكتر الحاجات القويه. خدت كتاب الايس، قال لي طب اوكي ماشي، خدت كتاب الايس وذاكرته. قلت له هدخل على الان اس اس اي، هشوف السترينث اند كونديشننج، هذاكر سترينث اند كونديشننج وكده، هذاكر ازاي امرن رياضي. بعد كده قلت له هاخد بيرفورمانس انهانسمنت، ازاي احسن اداء الرياضي، وازاي اعمل ده وده وده. بعدين ايه اللي هيحصل؟ توصل في الاخر لايه؟ ماذا بعد؟ انت عايز توصل لايه؟ والحقيقه ان هو قال لي جمله، قال لي انت هتبقى شيف شاطر بس عمرك ما هتبقى مدير المطعم. فده النقطه اللي حولتني. خالي كان ما شاء الله من اكتر الناس اللي ممكن اكون اتعلمت، الله يرحمه، كان من اكتر الناس اللي ممكن اكون اتعلمت منه في الاداره، وهو اللي تبناني في الحته دي. اتكلم معايا في ان هو طب المدير المطعم ده المفروض بقى يكون عامل ازاي، المفروض تتعلم ايه. اتعلمت المانجمنت منه، وبالتالي ولاده طبعا ساعدوني كتير. النقطة التانية ان انا ساعتها رحت عملت بدأت ابعت السي في بتاعي بقى لاكتر من جيم. كنت بعت لورلد جيم، وبعت الاتش تو او ساعتها، وكان ساعتها في كابتن اسمه كابتن مصطفى فهمي. كابتن ده ممكن يكون اول واحد اكتشف حاجة كويسة فيا كمدرب، عنده بيزك نوليدج كويسة يعني. عمل معايا انترفيو. طبعا لما بعت لي الرساله انا كنت طاير من الفرحه، ان هو اتش تو او من الحاجات او الجيمات المنتشره في مصر يعني. كنت طاير من الفرحه ان انا ابقى مدرب في وسط المجموعه دي. واتعينت في اول فتره كنت بروح اكتوبر كل يوم. وبعد كده بقى حسيت ماذا بعد يعني. اوكي ماشي، بتاخد كوميشن كويس، مرتبك الى حد ما كويس، تشتغل مع ناس محترمه جدا جدا بيتقوا ربنا جدا. كنت عايز اشتغل في جيم يبقى اي كلاس، يعني عايز اشتغل في جول جيم، عايز اشتغل في وورلد جيم مدرب. ده كان هدفي ان انا اكون مدرب. وفاكر ان ساعتها اخويا انس فبعت لي رساله، قال لي مروان هو انت خدت شهادات ايه؟ قلت له خدت شهادات 1 2 3 4. قال لي طب انا في واحد صاحبي عملنا جروب بتاع المدرسه وطلع هو الجنرال مانجر بتاع جول جيم على فرعين. فقلت طب ابعت له السي في، وبعت له السي في، بدات اتواصل معاه. قال لي خلاص تمام تعالى نعمل انترفيو. رحت عملت انترفيو. انا طبعا داخل الجيم انا مش مصدق، انت داخل النادي الاهلي جول جيم مهما يعني شئت ام ابيت. هو هو شئت ام ابيت، هو النادي الاهلي هيفضل ياخد الدوري، فاهم؟ فالفكر مهما طلع من انديه، مهما طلع من منافسه، هو هيفضل نادي، هيفضل اقوى سلسله او اكتر حاجه عملت ليجاسي فعلا في الماركت بتاع الجيمات. كابتن محمد فؤاد عملت معاه الانترفيو، سالني اسئله تكنيكال، وبعد ما سالني اسئله تكنيكال بدا يسالني اسئله اوبن كويستشنز كده، اللي هو ايه، اللي هو طيب ولو عندك مثلا مش عارف مدير الفرع مثلا ازاي هتدي له ورك شوب؟ فما بقتش فاهم. طب ازاي ممكن تعمل كنترول على الناس اللي موجوده حواليك لو انت بتديهم ورك شوب؟ كانت الاسئله بره عن انا طبعا لما دخلت الفلور شميت ريحه الفلور، انا اتوترت. ببص على الكباتن، مستحيل اكون في الحته دي، مستحيل اكون مع الكباتن دول، مستحيل اشتغل في المكان ده ببساطه، مستحيل اشتغل في المكان ده. 17 سنه مش انا كويس، انا شاطر، بس انا مش حاسس ان انا هقدر مش هكون في وسطهم، صعب. كابتن محمد فؤاد هو اول واحد ليه الفضل بعد ربنا ان هو يروح يحطني في حته، ده توفيق ربنا بقى. عشان كده بقول لك واحد ربنا وفقني في اول. قال لي انت تكنيكال مانجر على الفرع ده، وهتكون التكنيكال دايركتور على الفرعين. عايزك تدي ورك شوب للفرونت ديسك، للهاوس كيبنج، عايزك تدي ورك شوب للبيرسونال ترينرز على النولج اللي عندك. معظم الناس ممكن تكون محتاجه تتطور في حاجتين، عايزين نبلد المانوال من اول وبتاع. في حاجات باك اند كده حصلت، اتعلمت منها البلاننج، اتعلمت منها التخطيط على ارض الواقع بشكل احسن. عملت اكتر من بزنس بلان في الوقت ده لاكتر من جيم، وعملت اكتر من فرانشايز وجبت اكتر من فرانشايز. كانت النقطه اللي هي دخلت فيها المانجيريال فيلد بالصدفه. ساعتها قدمت ان انا اخد MBA، ولكن انا لسه في المدرسه ولسه في الجامعه، وما كنتش مركز 100% في الجامعه، مركز في الشغل بعمل فلوس كويسه. قررت ساعتها بقى ان انا
اركز في ده. ركزت في ده على قد ما اقدر. ممكن اكون يعني في الوقت ده من افضل الناس في البوزيشنز بتاعتي، ما كانش فيه البوزيشن ده كتير. وخدت ساعتها فاسيليتي مانجمنت من جول جيم من دكتور طارق شكري، كان هو المعلمي في الحته دي. وبعد كده خدت الام بي اي، بعد كده خدت البي ام بي كماتيريال ان انا اذاكرها لحد لما اقدر ان انا اقدم بسنين الخبره ان انا اخد الام بي اي. بعد كده بقى النقطه الفارقه ان انا حصل زي دروب كده، بقيت بقى عندي اكتئاب. مش المفروض ان انت في الوقت ده بتلعب بلاي ستيشن، في الوقت ده قاعد في الجامعه بتتعرف على ناس وبتاع. فانا كبني ادم ما كانش عندي ما كانش انا عندي الكوميونيكيشن سكيلز كويسه. انا شايف ده ممكن يعني ممكن اكون شايف، بس ما بعرفش اتعامل مع بشر كتير، ما بعرفش اتعامل مع ناس كتير تكون موجوده. دي حاجه غريبه. ما بحبش اضيع وقتي، ما بحبش اقعد مع حد ممكن يضيع وقتي كتير يعني. فكان في كونفليكت كده او في حاجه انا مش فاهمها، اللي هو طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي، ومفروض وانا عملت ايه ووصلت، فاهم؟ حصل لخبطه كده ما كنتش فاهمها. انا المفروض طب انا عايز ايه، اوصل لايه اصلا. بعد كده جه الفتره اللي بعد كده ان جالي بعد الاكتئاب بدات ان انا بقى اريكفر، وفي ناس كتير ساعدتني في ده. وبعد كده جالي بوزيشن فيتنس مانجر في جول جيم في اسماعيليه. دي بقى النقطه اللي هتنقلني لحتت كتير يعني. في اسماعيليه طبعا انا قبل ما اجي اسماعيليه انا طيب ايه هو جول جيم، اوكي ماشي، فيتنس مانجر تمام، بس كان في برضو انا كنت متحمس جدا يعني ان انا اخد البوزيشن ده، كنت متحمس جدا. واول ما جيت الناس اللي كانت معايا ساعدتني جدا، وكل المدربين كانوا على قلب رجل واحد وكانوا مستعدين نشتغل سوا، وكانت الدنيا في قمة الحلاوة. عارف لما مش عارف ده ممكن يحسها البني ادم اللي يكون ودنه موسيقيه شويه. انا ما بحبش المزيكا، انا مبطلها الحمد لله، بس انا قصدي اللي هو ايه، عارف لما تبقى انت في مثلا حاجه بتحققها فتسمع صوت المزيكا في ودنك، او تبقى متحمس فتسمع صوت المزيكا في ودنك اللي هو ويلكم تو انفستمنتس مثلا، فاهم ليه؟ عارف الحاجات دي. ده اللي حصل بالظبط، اللي هو لما اتقال لي ان انت خلاص انت ابلايد في البوزيشن ده. حصل مشاكل، والمشاكل دي بشوف ان هي اساس اي تدمير اي علاقه، تدمير اي شغل، تدمير اي حاجه، هي الكوميونيكيشن او التواصل. فعشان كده خد بالك جدا من التواصل او من اداره التواصل بينك وبين الناس اللي حواليك، وحاول على قد ما تقدر ما تخسرش ناس. وممكن يكون في ناس زعلت مني، وممكن يكون في ناس، ممكن اكون انا غلطان في حاجات، ما اقدرش انكر حاجه زي كده. ولكن بشكل عام حصل كونفليكت، وبعد ما بدا يحصل مشاكل اترقيت، بقيت جيم مانجر. بوزيشن كان كبير. انا ساعتها كان عندي كام سنه؟ انت قول. 20 18 سنه، كنت لسه هتم 19. جيم مانجر جول جيم، واحد من اكبر الفروع لجول جيم على كلام مدير العلامه التجاريه يعني. ف ويلكم تو انفستمنتس يعني، فاهم؟ هو يعني يلا يعني هو ده اللي انا حسيت بيه، اللي هو يعني ده اكبر انفستمنت ممكن اكون عملته في حياتي، ان انا قدرت اقبل الضغط، او ان انا قلت يلا انا قدها. رغم ان انا فعليا، والوقت ده طبعا كان في في الوقت ده ان الناس ادتني الثقه اللي هو انت المسؤول. دي كانت برضو حاجات اللي هي دعاء والدين يعني. هو مفيش منطق بيقول مستحيل. وهل انا كمروان كنت قادر، او ان انا يعني هل انا كواليفايد للمرحله دي؟ انا علميا كويس، تكنيكال كويس جدا جدا، ولكن كان ساعتها لا، واشتغلت في الشارع يعني، وشفت حاجات كتير، واشتغلت سيلز قبل كده، فاهم؟ فعادي كنت قادر ادوس. بس الفكره هل انا كمروان شايف ان انا هقدر افت البوزيشن ده؟ عارف زي المدير الفني اللي هو كان شغال تكنيكال كوتش وقالوا له يلا انت بقيت مدير فني، هو ده نفس اللي حصل يعني. اول 3 شهور او اول 4 شهور ممكن يكونوا كانوا من افضل الفترات ممكن تكون في حياتي العمليه. وبعد كده حصل شويه حاجات وحصل شويه مشاكل، مش عايز ان انا اتكلم فيها خير وفيها حاجات وحشه، في حاجات كويسه كتير حصلت وفي حاجات مش افضل حاجه حصلت، ولكن بشكل عام ضافت ليا حاجات كتير جدا. اولهم فن التعامل مع البشر، ثانيا الماركت ريسيرش، ثالثا ان انت مش محتاج تضغط نفسك لايا كان السبب يعني.
لو ادركت، انا كنت ساعتها في الوقت ده ممكن اكون بعيد عن ربنا شويه، لو ادركت ان هي دنيا، لو ادركت اللي انت فيه ده اسمه دنيا لعب ولهو، غالبا مش هتضغط في اي حاجه في شغلك يعني خالص. ده اللي كنت بقوله لك في الفجر لو فاكر. فالفكره هنا في ان توفيق ربنا حطك في الحته دي. قدرت على قد ما اقدر ان انا احاول اجمع من هنا اجمع من هنا اجمع من هنا اجمع من هنا، ولكن هرجع اقول لك تاني ان اللي بيدمر اي حاجه هي اللوز اوف كوميونيكيشن. ان انت ده بيفكر بطريقه، ده بيفكر بطريقه، ده بيفكر بطريقه، واحنا كلنا ما بنتخانقش مع بعض. لازم نقعد نتخانق، لازم نقعد نتكلم، فاهم؟ بعد كده بقى جات لي انا خلصت الام بي اي، وبعد كده الالهام اللي هو انا مش عايز اشتغل تاني في مكان. هتلاقي نفسك هتمر بالمرحله مش عايز اشتغل. ساعتها متجوز، المكان ده طبعا من المكان اللي هو يساعدوني في ان انا اعرف اتجوز وبتاع. الحمد لله ربنا كرمني فيه جدا. كنت متجوز وعندي مسؤوليه، مسؤوليات كتير قوي يعني. كان ساعتها لايبيليتيز كتير، مديونات كتير وبتاع. انا مش رايح الشغل تاني يعني، فاهم؟ مش هتحصل، فاهم؟ خلاص خلصت، end of text يعني. وساعتها مش عشان اي حاجه غير ان انا فعلا كنت شايف ان انا كويس واقدر اعمل حاجات كويسه، واثق في ده، واثق في ربنا. وطبعا في الوقت ده انا كنت لحد ما بحاول على قد ما اقدر اكون ليا علاقه كويسه يعني مع ربنا. فقلت يلا، ما في السماء رزقكم وما توعدون. انت بتدور عليه تحت وهو فوق اصلا، فاهم؟ هو رحت مسلم على الاونر كابتن معتز، من اكتر الناس اللي ساعدتني في حياتي، اكتر واحد ساعدني في حياتي، وارجل واحد ممكن اكون شفته في البيزنس، واجدع واحد ممكن اكون شفته في البيزنس. سلمت عليه، قلت له مش هقدر. كنت ساعتها جبت تيك بول، ترابيزه التيك بول، ده كان اول اول مشروع اشتغله يعني. واشتغلت وقال لي خلاص اشتغل بارت تايم. اشتغلت بارت تايم. هو كان عارف ان انا مش زي الاول. قال طب انت في اي مشكله؟ قلت له ولا اي مشكله خالص، انا حاسس ان انا عايز اخد خطوه ثانيه في حياتي، وقررت ان انا احاول افتح شركه ويلا بينا. طب انت حابب تكمل لحد لما تخلص؟ هي دي بقى الفكره، اللي هو العلاقه دي اللي هو بيعامل ربنا، فاهم؟ فقلت له لا خلاص، انا خارج من الباب، انا مش عارف انا هعمل ايه. ريسك كبير جدا، كميه مسؤوليات، وعندي تيك بول يعني، فاهم؟ يعني ترابيزه بينج بتلعب بالرجلين، فاهم يعني؟ فاللي هو مش فاتح مثلا شركه اي تي بتجيب لي مليون جنيه كل شهر، فاهم؟ اللي هو يعني بس والله ده اللي حصل يعني. فتحت الباب، انا مش عارف انا رايح فين. روحت البيت، طب ايه اعمل ايه؟ اشغل ايه؟ طب ايه؟ طب انا بعرف اعمل ايه اصلا، فاهم؟ بقى الفتره دي يعني بتعرف تعمل 1 2 3 4 ومعاك 1 2 3 4. وايه الحاجه المميزه بالنسبه لك؟ السن. طب تعالى نجرب نعمل مش عارف ايه. طب ايه ده؟ طب انا بحب الكوره. طب تعالى نفتح ملعب باد بول. طبعا ان انا تعالى نفتح ملعب باد بول دي ما كانتش اللي هو الو ايوه يا مكان عايز اجر فتاجر فخلاص، فاهم؟ لا، هو الموضوع بدا اللي هو ايه، بنروح ندور على اماكن. طيب فايند بليس، اول ما الاقي المكان اروح لانفستور، انا مش معايا فلوس اعمل حاجه ما يقتنعش، اروح لانفستور تاني يقتنع، وبعد كده لما يلاقي المكان يتاخر يمشي. بعد كده واحد تاني راح ايه، في واحد قال لي خلاص انا معاك، هات المكان وانا معاك. قلت له خلاص ماشي. قعدنا كام شهر ندور على المكان. كانت مراتي في الثامن تقريبا او في السابع، مش فاكر، 4 شهور او 5 شهور، 5 شهور قبل ما لقينا مكان في اسماعيليه نعرف ليه؟ لان انا ما عنديش الكوميونيكيشن يعني. في ناس تانية في مكالمه تليفون ترفع تحجز ارض اكبر من اللي انا عملتها. انا قعدت ادور، انا فاهم، على قد ما اقدر من غير ما يوز الكونكشنز بتاعتي. دي حاجه غلط، انا ما بحبش يعني احمل الناس ده. فتحت الملعب، والمفاجاه الكبرى محدش قال ايه ده ملعب باد بول، تعالى نروح نلعب او تعالى نروح نحجز ولا اي حاجه من الحاجات دي. وعملت اوبننج واصحابي كلهم جم وباركولي وبتاع. ولكن في كان فتره الى حد ما فيها فشل. واول ما بدانا نبقى في حجوزات الازاز اتكسر. وبعد ما الازاز اتكسر وبدانا قعدنا تقريبا كان 3 4 ايام او 7 ايام اول ما اشتغل تاني. ساعتها الناس بدات تنسانا. كنت ساعتها فتحت برانش تاني. دي من اكبر الاخطاء اللي ارتكبتها في حياتي، ان انا فتحت في مكان تاني في القاهره. طيب انا برضو في حاجه تانية، هو انا كنت شغال على نفسي از فريلانسر
في ايه بقى؟ في البيزنس كونسلتيشنز وكده. قعدت 3 شهور ما فيش حد بيدخل يشتمني، حتى كنت بنزل كونتنت ما حدش بيدخل يشتمني. والله ما فيش حد بيدخل يقول لي لا والله انت بتقوله غلط، فاهم؟ ما فيش حد، ما كانش في اي حاجه، ولا اللي بيعمل لايك ممكن اعزمهم على الغدا بيننا وبين بعض يعني. ما كانش في اودينس، فاهم؟ ايتها جماهير العريضه، بس هو ما فيش حاجه. ازيكم يا جماعه؟ ما فيش جماعه اصلا، فاهم؟ انت بتدخل لوحدك، بتتكلم لوحدك. وده لان انا كنت طب الكونتنت بتاعي وحش، طب انا شكلي وحش، طب الحاجه مش حلوه. لا، هو انت لسه مش فاهم الاودينس عايزين ايه، وفي نفس الوقت هو مش عايز يسمع كل الحاجات دي. وفي نفس الوقت كانت التوناليتي بتاعتي او طبقه الصوت، قعدت اتعلم اشتغل على نفسي ان انا اقف قدام كاميرا واتكلم قدام المرايه واعمل اكتر من حركه وارتجال، واخدت ورك شوب في الارتجال، وخدت حاجات زي كده كتير عشان خاطر اعرف ان هو اتكلم قدام الكاميرا. عملت ويب سايت فشل ذريع لفتره كبيره 3 شهور. انا شخص مسؤول. طيب هو ازاي اصلا مريت بكل ده من غير اي انكم؟ اسال اي حد اتجوز، اسال اي حد خلف، اسال اي حد ما عندوش دخل، انت عايش ازاي؟ قسما بالله ما هيقول لك ازاي. محدش اصلا هيقول لك ازاي. اقول لك على حاجه، مرتبي لما كان 1500 هو ولما كان مرتبي 20 هو لما وصل ل 100 هو نفس البني ادم، هو نفس الشخص، هو نفس الظروف اللي بتمر بيها. كل واحد بيحصل له يعني عشان اوصلك في الاخر ان هي دنيا، فاهم؟ فالمهم يا سيدي، الفترة بدأت الناس يبقى عندي مثلا 5-6 كاستمرز، والكاستمرز دول جولي من التخبيط، اللي هو ادخل اخبط على الباب. انت اصلا لو في كمية الناس اللي انا وريتك انا دخلت عليهم ازاي او كلمتهم، انت تقول لي ميسي كل سنه وانت طيب، انت عبيط يا اسطى، فاهم؟ يعني الموضوع كان يعني عامل معايا، مش عارف، انا ما اعرفش ازاي كنت بفكر في كده، بس هو ما عنديش مشكله، عندك حاجه تخسرها ما تجرب يا اخي، فاهم؟ فدخلت بدات ادي محاضرات. وبعد كده جول جيم، دكتور طارق شكري ادى الثقه فيا، قال انا عايزك معايا في الفاسيلتي مانجمنت تدي محاضرات. دي كانت نقطه برضو لحد ما كانت كويسه جدا. دخلت اديت محاضرات في الفيزيبيليتي ستادي والبيزنس موديل، وازاي تاخد بالك من ده جوه الجيم وبتاع، وازاي تعمل دراسه جدوى الجيم، وتاخد بالك من ايه جوه الجيم از تكنيكال او كبيرسونال ترينر سابق، وكجيم مانجر مريت بالتجربه دي. اشتغلت فرونت ديسك وهاوس كيبنج، كنت بمسح، فاهم؟ فانا عارف كل واحد، يعني عارف مسكه المسحه دي، لو هو ماسك كده فهو كده بيتدلع، فاهم؟ ان انا عارف اللي يتدلع في ايه وما يتدلعش في ايه. فكان عندي اللي هي ايه الصنعه من الاخر يعني. عرفت اربطها بشكل يكون علمي عملي. وبعد كده بدات الديماند الاكتر كان على الكونسلتيشنز وكان على الكورسات 1 تو 1 كورس، وكانت دي حاجه بتميزني. وطبعا الويب سايت ما اشتغلش كويس. وبعد كده الحمد لله ربنا كرم باكتر من حاجه تانية هتعرفوا عنها قريب. بدا يبقى عندي انفستمنتس في حاجات، بدات استثمر في حاجات، بدات اشتغل مع ناس شباب في مشاريع مختلفه. بقيت كونسلتنت الحمد لله لاكتر من مصنع ولاكتر من شركه جوه مصر وبره مصر. اشتغلت عملت مشاريع كتير فشلت، وعملت مشاريع لحد ما كان فيها نجاحات كويسه. بس بشكل عام انا بعرفكم على اللي انا عايز اوصله في الاخر، وهو ما تشيلش هم خطواتك، ما تشيلش هم انت هتوصل لايه ومش هتوصل لايه. اعمل الحاجه الجيده بما فيه الكفايه، لان انت مش عليك اي حاجه غير ان انت تتحرك يعني، بس ده كل اللي عليك. النتيجه مش بتاعتك، ولكن انت لازم تاخد بالك من النتيجه، لان نفس الاداء او نفس المشاكل او نفس الحاجات اللي انت بتعملها على مدار اليوم وعلى مدار الساعه في الاخر هتؤدي لنفس النتائج. يعني انت بتعمل كده، عمال تعمل كده وما تتحركش، فهي مش هتتحرك حتى لو تعمل كده لحد بكره. محتاج تجيب حاجه او تول تانية عشان تتحرك. فانت لازم تراقب ادائك، في نفس الوقت يبقى عندك كوميتمنت، التزام مش طبيعي، تكون انت بس اللي شايفه، لان مفيش حد هيبقى شايفك، ومش كل الناس هتقول انت فلتة، فاهم؟ يعني محدش هيجي يقول لك والله انت جامد، انت ما فيش منك، انت مشروعك لا، مش بيحصل. هو بيشوفك في قمة الغباء. بس يا معلم، فده الكاركتر. خلصت؟ بص، هو احنا بقى كتير قاعد، بس ايه يعني، تعال نتكلم شويه. يلا بينا. بص،
في حاجة حابب إن أنا أقولها، يعني بمناسبة إن النهاردة معظم اليوم في أنت ما فيش حاجة فيها تفكير، فاهم قصدي؟ معظم الوقت بيكون في بروسيس أنت بتعملها، وده على فكرة دورك كمانجر أو كحد بينفست في حاجة أو كموظف. مش شغلتك إن أنت تبقى على طول تقعد تفكر، فاهم؟ الأذان خلص، بس أنا كنت عايز أكمل بقية الكلام، وهو ان انت مش شغلتك خالص. يعني انت كل يوم تقعد تفكر، مش شغلتك ان انت كل يوم تقعد تبتكر. ده عشان انا كمروان ممكن اقول لك ان دي تبقى اكتر حاجه كانت بتضغطني، لو انا حاسس ان انا لو ما ابتكرتش حاجه جديده، ما فكرتش بطريقه جديده، ما عملتش حاجه تكون مميزه، يبقى انا كده ما عملتش حاجه في يومي. لا، هو انت شغلتك الحقيقيه يعني انت تفكر ازاي تنظم بقيت يعني تنظم كل ايامك. لازم تحط لنفسك شغلانه تشتغلها على مدار اليوم، ما ينفعش تبقى فاضي، ما ينفعش تبقى لو دماغك مش رايقه مش شغال. لا، اسمها انا شغال كل يوم، ولما يجي لي فكره عندي طريقه تنفيذ ليها او آلية تنفيذ ليها. بس فده ده بشكل عام النصيحه اللي بنصحها لك، وهي ان انت رتب شغلك، نظم شغلك، مش لازم كل يوم تبتكر، وفي نفس الوقت ما تبقاش مكنه، فاهم؟ ما تبقاش طول، ما تبقاش آلة شغاله كل يوم نفس الحاجه اللي بتعملها. لا، حاول دايما تطلع بره الصندوق، بس في نفس الوقت انت جوه الصندوق، هو جوه الصندوق شغال، فاهم؟ بس ده قصدي يعني. احنا نرد على الاسئله. يلا. معظم اللي اتبعت كان ريليتد بالمنتل هيلث، فاهم؟ وده طبعا انا فاهمه كويس، عشان للاسف احنا كرجاله بنكون مضغوطين زياده علينا مسؤوليات وبتاع. فاول سؤال كان مينتين اور منتل هيلث، لما انا كنت بسال الناس يا جماعه تحبوا نصور الفلوج، اول فلوج تحبوا نتكلم عن ايه؟ مينتين اور منتل هيلث ديلي ستيبس اند ريمايندر. ازاي نحافظ على صحتنا الذهنيه، وازاي نعمل لنفسنا ديلي ستيبس، يعني حاجات كده تعمل خطوات نشتغل عليها ويكون عندنا ريمايندر ليها. شايف ان الموضوع ده بدايته من زي ما قلت كده في وقت صلاه الفجر. ايه هي الستبس؟ الستبس اول حاجه ان انت لازم اول حاجه تكون عندك في اليوم هي العباده، يعني ده كده رقم واحد. العباده هي اول حاجه تبني عليها يومك، وبعد كده تحط الستبس اللي كنت بتكلم فيه بقى، البروسيس اللي انت بتشتغل عليها على مدار يومك، تكون راضي بيها وساتسفايد بيها. ما ترهقش نفسك، ما تضغطش نفسك، ما تحسسش نفسك ان انت ما بتأديش دورك، ما تحسسش نفسك ان انت ما عملتش كويس النهارده، ما تحسسش عادي. في حتى مثلا يقول لك don't feel sad about feeling sad, it's okay to be not okay. يعني ده حاجه حتى اتقالت في كرتون. ما تزعلش ان انت زعلان، هو عادي ان انت تكون زعلان، يعني ده احساس لازم تمر بيه ولازم تشوفه، لازم تحسه، لازم تبقى مؤمن بيه كمان وراضي بيه، فاهم؟ وتعايش في الاول وفي الاخر. وقدرك من العباده على مدار اليوم هيخليك زي ما قلت لك كده دنيا لاعب ولهو، قاعد بتلعب وبتلهي، فما تضغطش نفسك. الريمايندرز، افتكر ان انت في دنيا. تاني حاجه، انت عايز توصل لايه من شغلك؟ الف مبروك للعريسين، الف مبروك للعريسين. افتكر كويس انت بتشتغل ليه، تصحى من النوم ليه، علشان كذا سبب، خليك فاكرهم كويس. حط لنفسك ديلي بروسيس تشتغل عليها، ابني يومك على العباده. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، حد شغال في البيرسونال تريننج، تنظيم اليوم ازاي؟ يعني من اول عباده، شغل، عيله، راحتي النفسيه. تاني حاجه، ازاي اخرج بره دوامه الجري اللامحدوده ودايما عايز احسن واكتر. ثلاثة، اتخطى ازاي اشخاص ومواقف وكلمات اذتني وما عرفتش ارد عليها واكتفيت بالبعد. طيب، تنظيم اليوم ازاي؟ من عباده وشغل وعيله وراحتي النفسيه. عباده هي اللي بتبني عليها يومك، يعني يعني ايه تبني عباده؟ يعني ايه تبني يومك على العباده؟ وقت الصلاه، وقت الصلاه ما فيهوش استنى لما الاقامه تقيم، طب هصلي لما الاقامه تخلص، طب هصلي قبل العصر بشويه، هصلي العشاء ممدوده. وقت الصلاه صلاه، وده عشان خاطر يومك تحس ان هو منظم وتحس براحه، اللي هو انا عندي شغل اعمله من المغرب للعشاء، او هتلاقي نفسك بتعرف تاخد البريك بتاعك من المغرب للعشاء، او انت تعرف تنظم يومك اكتر على العباده. تاني حاجه، راحتك النفسيه هتكون مبنيه على العباده. تالت حاجه، تسليمك لكل امور الدنيا لربنا، ده هيساعدك على راحتك النفسيه. وقت الشغل، وقت العيله، وقت الشغل، ادي لنفسك 100%،
التزام في الحاجات الاساسيه. ادي لنفسك اداء 5/10 بس يكون مستمر، وافضل حسنه كل يوم. ده بالنسبه اللي فيما يخص الشغل. يعني انا دلوقتي بشتغل، مش لازم كل يوم ابقى 10/10، لا انا خليك كل يوم من 5/10، وبعد كده 6/10، وبعد كده 7/10، كده 8/10، وافضل ثابت على الريتم ده. هو ده اللي بيميز محمد صلاح. قبل كده في ايفنت قال حاجه جامده جدا، قال ان مفيش حد هيجي ينجح اكتر منه علشان هو اجمد منه او هو احرف منه او اي حاجه من الحاجات دي. اللي هينجح اكتر منه هو اللي فعلا هيبقى عايز ينجح اكتر منه. ده ببساطه شديده جدا عقليه الناس المحترفه وعقليه الناس الناجحه، ان هو كوميتمنت، وان كل يوم عندك حاجات بتعملها ملتزم بيها على قد ما تقدر. العيله، مفيش حد هيحبك اكتر من عيلتك، ولكن مش معنى كده. في حد حتى قبل كده قال لي لازم تختار يا اما عيلتك يا اما الشغل. انا بشوف ان ده مش صح. انا الشغل وسيله في اليوم عشان خاطر تسترزق منها، تكسب خبرات، تشوف ناس، تكسب فلوس. العيله هي الحاجه اللي بتسبورت معاك، وهي الحاجه اللي انت بتعيش عشانها. وانت لو شغال فانت شغال عشان تبني لهم ارث اصلا، يعني فاهم. فانت الموضوع من الاول والاخر لازم يكون في وقت لعيلتك. الناس كلها بتحترمه، كل البني ادمين تحترمه، واللي ما يحترموش حطه على البلوك. ليه؟ لان اهم حد، محدش هيحبك اكتر من عيلتك. الحاجه الثانيه، ازاي اخرج بره دوامه الجري اللامحدوده ودايما عايز احسن واكتر. حاجه كويسه ان انت تكون عايز حاجه احسن واكتر، ولكن تخرج بره دوامه الجري ان انت يبقى عندك كنبه تقعد دقيقه تفكر انت بتعمل كل ده ليه. طب انت لو هتاخد الكورس مثلا ده، هتاخد الكورس ده ليه؟ هتستفاد منه ايه؟ طيب انت ايه التخصص اللي انت عايز تشتغل فيه تحديدا؟ حاول تجيب اخر الحاجه اللي انت بدات توصل لها، وارضى باللي موجود. يعني احتفل بالنتائج. انا مثلا كنت بقى قعدت وقت كبير جدا او ما احتفلش، باخد شهادات وما بحتفلش، مش مبسوط، بخلص كورسات وما بحتفلش، بحقق تارجت وما بحتفلش، عايش جوه الدوامه. لا، ادي لنفسك وقت للانبساط، ده حاجه عاديه وحاجه مشروعه ومن حقك. زائد ان انت دايما اطمح للاحسن، ولكن حط اهداف تكون واقعيه وتكون اتانبل. يعني حط ازاي اشخاص ومواقف وكلمات اذتني ما عرفتش ارد عليها واكتفيت بالبعد. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني ده من صفات عباد الرحمن. يعني انت حاول على قد ما تقدر ان انت لو في حد ضايقك، حد اذاك بكلمه، حد اذاك بجمله، مش هتقدر تتحكم في افواه الناس، مش هتقدر تتحكم في لسان حد، بس انت هتقدر تتحكم في طريقه استقبالك للموضوع ده. انا مقدر ان انت ممكن بنسبه 95% 99% على مدار يومنا بنسمع كلام يضايق وبنشوف نظرات تضايق. نظرات الناس حتى ساعات بتبقى جارحه، يعني في حاجات معينه او في حاجات كتير هي بتحصل. انا عارف ان هي بتحصل، لازم تتقبل ان هي بتحصل، ولازم تتعامل مع الموضوع بسلم. في اول وفي الاخر الشخص اللي اذاك بكلمه ده لو حصل له حاجه، انت اول حد تجري عليه، انت اول حد تحاول تكون جنبه. تكتفي بالبعد دي حاجه كويسه جدا. يعني ده انا شايف ان ده حاجه كويسه جدا. امتى ما تكتفيش بالبعد؟ لو خلاص الشخص ده دخل على بقى جانب او ريد فلاج او دخل على خط احمر، ساعتها لازم تبدا ترد، وساعتها لازم تبدا تاخد حقك او تاخد حقك منه. ما ينفعش لو ابقى انا مسلم وبتاع وخلاص، لا. بس لو واحد اذاك بكلام واضح ان هو كلامه مؤذي، تجنبه. سلام. اخر سؤال هو طويل شويه بس انا هحاول الخصه. الاستغلال، وتاني مشكله وهي المثاليه. اوكي، اول حاجه هو الراجل، استنوا الاقامه يا جماعه معلش. الراجل بيتكلم ان هو دلوقتي يا مروان لو انا عندي مشكله في الاستغلال، او ان انا اللي هو العميل مثلا، شفتها انا دي يعني عارفها، يعني حاسس بيك، ان انا العميل بيستغل اللي انا بعمله. بيطلب مني حاجه ويعمل وتلاقيه عمال يطلب مني اكتر فاكتر فاكتر من غير ما يتفق معايا على الحاجه الثانيه. يعني ده حصل مع يوسف دلوقتي، بس انا اكدت له لازم تحط تكلفه مختلفه. هي الفكره ان انت اول حاجه لازم تحط الاس او بي او الستاندردز للكاستمرز بتوعك، زي ما بتحط الشروط لموظفينك وزي ما بتحط الشروط لنفسك، لازم تحط الشروط للناس اللي انت شغال معاهم. يعني انا هعرف اعمل من هنا لحد هنا وده تكلفته كده، ولازم تبقى مستغني. اي ديل في الشغل خليك مستغني، دايما اللي مستغني بيكسب. خلينا نخش جوه يا يوسف عشان الحاجه النقطه الثانيه واللي كان بيتكلم فيها، ودي انا فاهمها متفاهمها كويس قوي، وهي المثاليه. عايز اطلع الحاجه باحسن شكل، عايز اطلع الحاجه بكل اللي في دماغي بكل ابداعيه. وهو انا عايز ابص للموضوع ده بحاجتين. لو انت دايما لسه هتبدا،
ابدا بالحاجه الجيده بما فيه الكفايه، يعني مش لازم تبدا باحسن حاجه بافضل حاجه، ده عشان ما يعطلكش كتير. ولان ده يعني المثاليه حاجه نسبيه، يعني هو انت مثلا شايف ان الحاجه دي كويسه جدا دلوقتي، بعد فتره هتحس ان الحاجه اللي انت عملتها دي كانت عاديه جدا. فده معناها اللي هو ايه، ابدا بالعادي، مع الوقت طور. انا مثلا عندي افكار كتير، عندي مشاريع كتير عايز اعملها، عندي حاجات على مدار اليوم كتيره جدا المفروض تحصل، مش عارف اعملها لوحدي، انا مش تنين مجنح، لازم يبقى معايا حد بيساعدني. انا معايا حد بيساعدني، بقول له يعمل حاجات معينه وانا بعمل بقيه الحاجه او المكمله ليها. وانا شغلتي ان انا افكر في الحاجات التانية، احاول اخلصها واراقب البروسيس اللي بعملها على مدار اليوم. لما الشغل يكتر اكتر لازم يبقى معايا ناس اكتر، وما ينفعش اعمل كل حاجه بيرفكت. مفيش حاجه بيرفكت، مفيش حاجه مثاليه، مفيش حاجه جميله قوي، مفيش حاجه كامله، مفيش خطه كامله. ده موجود في الجنه، ده مش موجود في الدنيا، مش موجود في الارض معانا. فعشان كده لازم تبقى انت من جواك كده مصدق اللي هو ايه، مفيش حاجه مثاليه، في حاجه كويسه، في ستاندرد لازم تشتغل ابوف الستاندرد او على الستاندرد، لكن ما ينفعش تبقى اقل من الستاندرد. هو ده اللي انت هتحاول تشتغل عليه، وحط الستاندرد اللي هو مناسب للماركت. يعني واحد طلب مثلا قبل كده، شفت في استوديو عندنا هنا في اسماعيليه، انا شفت فيديو، انا انفستور معاهم في الاستوديو. شفت الفيديو فقلت لهم يا جدعان لا، مش حاسه يعني، لا المونتاج محتاج ايه مش عارف ايه، والفريم محتاج يتظبط ومش عارف ايه فاهم. وقعدت اروح يمين وشمال، في الاخر قال لي طب بص ده رد الكاستمر. يا جدعان والله شغلكم مش ممكن وجامد وبتاع، والله العظيم. فهو الفكره ان هو ده المثالي بالنسبه له. فانت المفروض ان انت تشتغل كستاندرد، مش مطلوب منك ان انت تشتغل اللي هو ايه بافضل شكل والفريم يبقى لا عادي. هو الراجل اصلا عايز ايه، الكاستمر عايز ايه، فايند الكاستمر نيد. لو الكاستمر قال لك انا عايز 1 2 3 4، اعمل 1 2 3 4، ولو هتعمل حاجه خمسه عرفه ان عملت الخمسه دي زياده عشان يابريشيتد. لكن من اول يوم انت وعدت له ان انت هتعمل كل حاجه، ايا كان اللي انت هتعمله هيبقى شايفه قليل. فحاول على قد ما تقدر ان انت تحط الستاندرد اللي هو عايزه بالظبط. ده بالنسبه لكل الاسئله. انا كل يوم ببقى عايز اعمل حاجه جديده، كل يوم ببقى عايز اشتغل على حاجه جديده، كل يوم ببقى عايز اعمل حاجه تكون مميزه. وده لكذا هدف. اول هدف ان الحاجات دي هي اللي هتبقى لك بعد ما تمشي. فانا عايز على قد ما اقدر اكون سايب حاجات كويسه كتير، عايز ابيلد ليجاسي فعلا على قد ما اقدر، عايز ابقى على قد ما اقدر بادي دوري وبسعى على قد ما اقدر ايا كان ايه هو. انا مثلا النهارده اول يوم في الفلوجز، ممكن اكون مش راضي 100% عن ادائي، بس انا كمروان مبسوط ان انا اخدت الخطوه. بكره عايز اعمل حاجه جديده، بعده عايز اعمل حاجه جديده، بعده عايز اعمل حاجه جديده. كل يوم انا عايز حاجه جديده تحصل، كل يوم انا عايز اخلق حاجه للماركت. وعشان كده بقول لك دايما حط لنفسك بروسس. كده كده انت هتعمل الحاجات دي كل يوم، هتصحى الصبح كل يوم، هتصلي كل يوم، لازم تأدي ادوارك في العباده كل يوم، لازم تأدي دورك الاسري كل يوم، لازم يبقى عندك اكتيفيتيز، لازم تذاكر كل يوم، لازم تعمل حاجات على مدار اليوم. اي حاجه جديده حطها على اول الطريق، وحط البروسيس، وخلي الناس تساعدك. يعني انت مثلا عايز تفتح محل بيتزا، مش لازم تبقى انت عندك المخبز ويبقى انت اللي عندك مزرعه طماطم، يبقى انت اللي لازم تحط، يعني لازم تخلي الناس اللي حواليك تسترزق، فاهم. انت مش كفايه نصيحه. لو انا هدي لك اهم نصيحه جوهريه في البيزنس، كفايه نصيحه، ادي كل واحد حقه. كل ما انت حاولت تكون ناصح، كل ما ده هيضرك اكتر. انت تبقى فاكر ان انت كده جامد، ان انت كده ذكي، ولكن مثلا يوسف دلوقتي مثلا بيصورني، فخليت يوسف يصورني ويعمل لي مونتاج، وقلت له امسك يا يوسف 500 جنيه، يوسف هيوافق ابقى انا كده كمروان ناصح. طيب تعالى يا يوسف نصور تاني، لا مش فاضي. هي دي الفكره، ان هو بص على حاجه بتكون سستينبل. الفكره في ان اهم حاجه في البيزنس ان انت تكون طماع. يعني انت دايما عايز حاجه جديده، هتبقى دايما عايز حاجه جديده، راضي باللي معاك، راضي باللي في جيبك. عمرك ما تبخس اي ربح، عمرك ما تحس ان الربح اللي جالك ده قليل. ده رزقك وده اللي مكتوب لك. انت كل اللي عليك تسعى وتدي للناس اللي حواليك حقها. فهي دي اللي انا عايز اوصله لك، خليك طماع بس ما تبقاش ناصح. والحاجه التانيه، اليوم خلص في الشغل،
حصل دروبس كتير، اتخانقت مع ناس في المكالمه، عندي مشاكل في الشغل، عندي حاجات لسه ما ظبطتهاش، في حاجات كتير نفسي اعملها، في حاجات كتير ما خلصتهاش. ايه اللي هيحصل؟ هتنام، هتصحى، في حاجات تانية هتعملها بكره، في شغل تاني هتعمله بكره. بروسس تراست ذا بروسس، اتاكد ان الآلية اللي انت بتعملها صح، وما تشيلش هم اي حاجه تانية. تراست ذا بروسس وما تشيلش هم النتيجه، لان دي مش بتاعتك. ودايما ابني يومك على العباده، منتلي هتكون كويس جدا. طيب، في حاجات انا ما عملتهاش بس هسعى ان انا اعملها، زي الرياضه من الحاجات اللي هتساعدك ان انت تبقى على طول صاحي وعلى طول مفوق. النيوتريشن، انا اكلي وحش جدا، حتى ما صورتلكمش فطاري ولا صورت اكل، انا لسه ما اتغديتش. فده من الحاجات الانفست ان يور هيلث، حاول على قدر ان انت تستثمر في صحتك. انا هسعى لده وهشتغل على ده، من نقط الضعف اللي فيا. الحاجه دي هتكون غريبه جدا بالنسبه لك، صله الرحم. لو انت بتدي لاسرتك حقهم في المكالمات، بتسمع مشاكل الناس اللي حواليك، بتحاول تكون سبورتيف معاك، انت هتحس ان انت بقيت كويس. انا عارف انت مضغوط، ممكن تكون مضغوط بنسبه كبيره بمناسبه اسئلتكم، ممكن تكون حاسس ان الناس اللي حواليك مش فاهمينك، ولكن هم مش لازم يكونوا فاهمينك. اهم حاجه تكون انت فاهم نفسك، واهم حاجه تأدي دورك ناحيه كل الناس اللي حواليك. اعمل خير كتير. لقيت نفسك مضغوط ماديا، مضغوط نفسيا، تصدق، حل مشاكل الناس اللي حواليك. صدقه مش لازم تكون فلوس، ممكن تكون بسمه في وش حد. كل ده بيحسن من مودك، بيحسن من مزاجك. انا دلوقتي مثلا عندي مشاكل بجد كتير، يعني عندي ضغوطات كتير، عندي مديونيات كتير، عندي اول الشهر هيبقى فيه مرتبات، عندي اول الشهر لازم اسد مديونيات. كل ده ولا اي بني ادم انت ليك الحق عليه ان انت تكسر في وشه، او ان انت تعامله وحش، او ان انت ما تسمعوش. علشان كده ادي دورك المجتمعي اللي انت عايش عشانه، علشان تحس ان انت كانسان مبسوط. ده اكتر حاجه ممكن اكون عشان كده انا مبسوط النهارده ان انا في 7 زون، عشان خاطر النهارده في ايفنت نتورك وبتاع. وانا منبسط جدا الحاجات دي، وبحب جدا ان هم كل شويه تحس انهم يعملوا ميت اب. تعالى نتقابل مش عارف مع مين، فاوندر مش عارف مين، ماركتنج سبيشالست، حد في اللانجوج، حد في المنتال هيلث، على طول في وكلها ببلاش، ميت اب ببلاش. في عمر زايد مثلا بيجي يعلم الناس ازاي يصوروا، اخو يوسف ازاي يصور ريلز بيوزنج كاب كات، ازاي في اكتيفيتيز تحس ان هي معموله دور مجتمعي بيبيلد الكوميونتي. فانا بحب المشاريع دي جدا. النهارده في نتورك ايفنت هنقعد مع بعض ونتكلم وكده. بشكل عام انا مبسوط بالبرفورمانس. انا كنت حتى بقول للاسيستنت ساعات بحس ان انا طالما ما ابتكرتش او طالما ما عملتش حاجه جديده، احس ان انا ما اشتغلتش، في حين ان انا لا، انا عملت شغل كتير جدا. يعني عملت في 3 4 ساعات شغل يعملوا 3 4 بني ادمين هنا وهنا وهنا، ومكالمات. يعني هتبقوا شايفين الاي دي اتش دي على حق يعني. بس عايز بقى اطلب منكم حاجه، وهو ان انتوا لو انبسطتوا من الفيديو، من الفلوج، طبعا لسه في حاجات تانية هتحصل هنصورها، بس لو انبسطتوا من الفلوج اعمل لايك، اعمل سبسكرايب. اخر حاجه اتوقع ان انا اعمل الحاجات دي. اعمل سبسكرايب، اعمل لايك على الفيديو، وريني الناس اللي حواليك، واتمنى ان انا اكون فدتك او ساعدتك ولو 1%. شكرا يا يوسف، تعبتك معايا والله العظيم، تعبتك معايا. وان شاء الله الفلوجز اللي جايه هتعجبكم. 7 زون في اسماعيليه، يعني انا دي اكتر مدينه انا بحبها في الجمهوريه، لان هي مدينه رايقه وهاديه واهلها طيبين وناسها اولاد ناس. فانا بحب اسماعيليه جدا، فانا المكتب بتاعي موجود في اسماعيليه في 7 زون. وان شاء الله كي نازل القاهره بكره، عندي كام حاجه كده وراجع تاني، عشان دي المدينه المفضله بالنسبه لي. يلا سلام.